اتمنى توجه رساله لبعض اللايفات اللي قاعد تحاسب او بين قوسين اللي تضرب بالمراه المغربيه او بالمراه العربيه، اللي دائما بصراحه الفتره الاخيره دكتور المراه المغربيه قاعده تتعرض الى هاي امانه الناس امانوا لي اهل المغرب واهلي وناسي اهل المغرب بانه اذا قدرت تطلع مع الدكتور وسيم فوجهنا هاي رساله من مبارك. فأتمنى للناس بأنه تسمعني ومن حضرتك الكريم يسمعوك بأنه اللايفات اللي يضربون بالمرأة المغربية ابتعدوا عليها، لا تصلون يمها، لأنه كافي، لأنه مسكين المرأة المغربية جدا تأذت. اثنين، مشكلتي حاليا أني صرت منبوذ من العراقيين ومن المغاربة، البعض أكيد مو الكل. العراقيين يقولوا لي أو العراقيات ليش تزوجت واحدة غريبة، المغاربه او المغربيه تقول لي ليش انت متزوج بتنا، لان بتنا احنا مريت تتزوج واحد غريب، وظليت حاير بين حانه ومانه يا الدكتور. فاريد من منبرك الطيب انت سامعني ويسعدك. طبعا دكتور ما دا اسمعك اني، لكن اكمل كلامي وحضرتك كمل كلامك اذا ممكن. فاريدك من عندك اذا ممكن توجه رساله للجميع اللايفات اللي يضربون بالمراه، فخليه يبطلون ولا حد يوصل لللايفات اللي بيها المسب والشتيمه لاي مرأة عربيه ومسلمه. حاضر. شكرا لك. شكرا يا مرحبا. لن اخص جنسيه معينه، سواء النساء المغربيات، تونسيات، عراقيات، خليجيات، كل امراه تمثل نفسها. بنات المغرب اكثر البنات، مع احترامي لكل البنات، عراقه وحضاره. لا يعني إن انتقص أحد من نساء المغرب أنهن فيهن كذا وكذا، ربما لأنهن أجمل منهن، فغيرة النساء قاتلة. غيرة النساء قاتلة. لا يعني امرأة مغربية رأيت منها تصرفا فتحكمون على ملايين النساء اللواتي عطرهن يفوح من المغرب فينتهي في المشرق. لا يعني إذا رأيت تصرف أو وصلك مقطع من امرأة أيا كان جنسيتها، مغربية خليجية إلى النهاية، لا يعني هذا أن كل البنات كوبي بيست، لا. فلكل دولة فيها مقبرة، كل مجتمع وحي فيه مقبرة. فتحية لنساء المغرب، تحية لنساء المغرب. بنات الإمام مالك أول من حفظ ودرس وتعلم. هل تعلم أن نساء المغرب أكثر نساء دولة نساء فيهن متعلمات وحافظات لكتاب الله؟ هل تعلم أن المغرب أكثر الدولة فيها نساء ممن يحفظن الكتب الصحاح؟ هل تعلم أن نساء المغرب أكثرهن يجدن 3 لغات، وليس لغة ولا لغتين، 3 لغات؟ هل تعلم أن نساء المغرب أكثرهن لباقة ونظافة وترتيبا وطبخا وعناية بأزواجهن؟ هم يقولون ويشوهون وسحر وما سحر، لا، أسلوبها سحر الرجل، عنايتها بالرجل سحرته، بأسلوبها وعفتها وأنوثتها ملكت قلب زوجها. فلا تشوه صورة بنات وطن بسبب تصرف من إحداهن، لأن لو اعتمدنا هذه القاعدة لن تسلم أي دولة.